سلام زينات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في مطبخ كوكيتا، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم حنتقاسم معكم وصفه خفيفه ظريفه، هي على شكل خبيزات محشيين بحشوه بزاف بنينه، ومام لاباط تجيكم بزاف هايله وخفيفه. الوصفه تاعنا تاع اليوم واش فيها؟ عندنا كاس ماء وكاس ماء دافي، كاس حليب دافي وكاس ماء دافي. ابخي زدت عليهم مغرف كبيره تاع خميره ومغرف كبيره تاع سكر، خلطتهم مليح. ابخي زدت عليهم بياض تاع البيضاء والصفار خليته للتزيين. ندخلوا مليح المكونات في بعضها، نزيدوا عليها نص كاس تاع زيت. فوالا، نخلطوهم بيان، سورتو الزيت لازم تدخلوه مليح في المكونات. ابخي نبداو نزيدوا الفرينه حتى تنطم لنا العجينه وتولي ما تنشفوهاش، خلوها طريه وما تلصقش في اليد يعني. واذا لصقت لكم حاجه خفيفه تكون تلصق حاجه خفيفه، ماشي حاجه بزاف، ما تخلوهاش تلصق بزاف، مي تكون طريه. ونزيدوا الملح بيان سور ما ننساوهش. فوالا، ونبداو نزيدوا غير الفرينه حتى تنطم لنا العجينه. فوالا، هذا هو القوام اللي تحصلت عليه. فوالا، هذه هي العجينه تاعنا. طموها مليح ونخلوها تخمر. من جهه اخرى كنت حكمت، كان عندي واحد ربع صدر تاع الدجاج، كنت رحيته، زدت عليه معدنوس، ملح، فلفل كحل، وزوج سينات تاع الثوم. قليتهم مليح هكذا كيما راكم تشوفوا حتى طاب الدجاج هذاك تري بيان. من جهه اخرى رحت نوجد كريمه الجبن. درت كاس تاع حليب، زدت عليها حبه بيض، وزدت عليها زوج مغارف تاع نشاء، ومغرف مليحه تاع جبن طري، وزدت عليها جبن مبشور. يعني تقدروا ديروا الاجبان كيما حبيتوا يعني، لو شوا يولي ليكم. نديروها فوق النار بيان سور حتى تعقد لنا الصلصه تاعنا. من جهه اخرى كنت طفيت الدجاج تاعي، كان طاب خلاص. ومن بعد كانت جوست طيب لكم الكريمه تاعكم، نخلطوها في زوج يعني تولي كريمه واحده، تولي كريمه الجبن بالدجاج. يجيكم حشو بنين صدقوني، سوتو مع الكريمه الجبن معروفه بالبنينه دوريجين بدون منازع. فوالا، نخلطوهم مليح باش الدجاج هذاك يدخل كامل داخل الكريمه هذيك. فوالا، ابخي نحكموا العجينه تاعنا، هنا كانت خمرت، نديغازيوها ونشكلوها دي بولات. فوالا، هنا حبيت نقول لكم بون قبل سنا نفهمكم هنايا. ومن بعد نحلوها هكا كيما كنتوا تشوفوا على شكل بيضاوي، تكون رقيقه لاباط، ونعمروه هكذا الحشو في الوسط. ومن بعد نغلقوها كيما راني موريت لكم هنايا، يعني طريقه جد سهله ماشي حاجه واعره. فوالا، واذا قعدت لكم العجينه زايده منا ومنا، قطعوها بالموس وتحفوا الحبه تاعكم تجي متحوفه. فوالا، وحبيت نقول لكم على الكميه تاع العجينه هذه، يعني تقدروا ديروها كاع هكذا كيما حبيتوا، ديروها كامل هاد الخبيزات. ولا تحبوا اذا قعدت لكم بزاف العجينه كونجليوها، تقدروا تستعملوها كمملحه حاجه واحده اخرى، ما تقدروا تستعملوها كبيتزا عادي، ديروها بيتزا نورمال. يعني باش نفهمكم برك، باسكو لا كونتيتي اللي درتها تخرج لكم بزاف لي بولات. فوالا، يعني هنا كانت قعدت لي العجينه باسكو الحشو ما كانش عندي بزاف صافيك. فوالا، فوالا بعد ما طيبتهم، حبيت نعطيكم واحده النقطه تاني. الصفار تاع البيض زدت له شويه زيت وشويه تاع الحليب. فوالا، وطيبوهم، الفرن يكون مسخن بيان سور من قبل. هذه هي الوصفه تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. الى وصفه أخرى.